بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس ال OpenShift Administration. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن definition files لل Kubernetes resources أو ال OpenShift resources، ولو ازاي نعمل OpenShift object زي البود وزي ال replica set. النهاردة هنتكلم عن resource جديد وهو ال deployment. زي ما اتفقنا احنا المرة اللي فاتت احنا هدفنا ان احنا نكريت ابلكيشن. الابلكيشن ده بيران جوه كونتينرز، والكونتينرز دي معمول لها انكابسوليشن جوه بودز، وبعدين استخدمنا الريبليكا سيت ان هي تكون دايما متأكدة ان احنا عندنا الديزاير نمبر اوف بودز على طول موجودين واب اند راننج وشغالين عندنا. طيب النهارده هنتكلم عن ريسورس جديد وهو الديبلويمنت. الديبلويمنت بكل بساطة تعتبر هي الريبليكا سيت بس متضاف عليها some features او عليها features زيادة هتدينا capabilities زيادة ان احنا نقدر نتحكم في الابليكيشن بتاعنا. اول فيتشر زي الرولينج ابديت، ان احنا نقدر نعمل ابديت للكونتينرز او للبودز بتاعتنا، ان احنا نقدر نغير مثلا الفيرجن بتاعتها، نقدر نضيف ليها فوليومز، نقدر نضيف ليها environments، وهنشوف ده مع بعض قدام. الكلام ده بيكون ان احنا نقدر نعمل الابديت ده اسمه رولينج ابديت، ان احنا نعمله one by one عشان دايما نكون متأكدين ان احنا الابليكيشن بتاعنا او الترافيك اللي جاي للابليكيشن بتاعنا ما يتأثرش. الحاجة التانية ان انا لو الابديت اللي انا عملته ده انا مش راضي عنه او في مشاكل، فانا اقدر اعمل رول باك بكل سهولة، ان انا اقدر ارجع للفيرجن القديم بكل سهولة. الحاجة التالتة في الديبلويمنت ان احنا نقدر نعمل لها سكيل، لان بكل بساطة الديبلويمنت بتروح تكريت ريبليكا سيت، فانا اقدر من الديبلويمنت ان انا اعمل سكيل وازود عدد البودز او اقلل عدد البودز اللي انا محتاجها على حسب الديماند بتاعي. طيب تعالى كده نشوف ازاي نكريت الديبلويمنت. ممكن نعملها كرييت ان احنا نستخدم نفس الديفينيشن فايل بتاع الريبليكا سيت، بس الفرق ان احنا هنغير الكايند، بدل ما كان ريبليكا سيت هنخليه ديبلويمنت. وطبعا بعد ما نكريت الديفينيشن فايل نقدر نقول له oc create -f ونحدد له الديفينيشن فايل بتاع الديبلويمنت بتاعتنا، او نقول له oc apply. وطبعا المره اللي فاتت خدنا ايه الفرق بين ال oc create وال oc apply. ولو احنا عايزين نشوف الديبلويمنتس اللي موجودة عندنا فنقدر نقول له oc get deployment لو احنا عايزين نشوف الديبلويمنتس اللي موجودة في الكرنت نيم سبيس او في الكرنت بروجكت اللي احنا واقفين فيه. تعالى كده نروح نعمل ديمو سريع ونشوف الديبلويمنت. تعالى نقول له oc get بودز، هنشوف البودز اللي احنا كنا مكريتينها. تعالى نقول له oc get replica sets، فهنشوف ان احنا كان عندنا الريبليكا ست اللي كنا مكريتينها من الفيديو اللي فات. فتعالى كده نشوف الديفينيشن فايل بتاع الديبلويمنت بتاعتنا، فهو الديفينيشن فايل بتاع الريبليكا ست، بس احنا هنا غيرنا الكايند بتاعه خليناه ديبلويمنت، وانا هنا بس عدلت النيمز، خليتها بدل فرونت اند خليتها فرونت اند ديبلوي عشان نعرف ان ده اللي تابع للديبلويمنت بتاعتنا. تعالى كده نقول له oc apply if deployment، فقدرنا نعمل create للديبلويمنت. تعالى نقول له oc get deployment. الديبلويمنت عندنا اتكريتد بس لسه مفيش فيها بودز ready ولا فيها حاجة بقت available. تعالى نقول له oc get بودز، فلسه البودز او الكونتينرز اللي جوه البودز بيتعمل لها creation. تعالى نقول له oc get بودز تاني. خلاص احنا البودز دلوقتي بتاعتنا بقت up and running. طيب تعالى نقول له oc get deployment، فظهرت عندنا الديبلويمنت اللي هي اللي اسمها front end deploy موجودة up and running عندنا، وكل البودز بتاعتها ready. طيب تعالى نقول له oc get replica set، فبقى عندنا دلوقتي 2 ريبليكا ست، الريبليكا ست اللي كنا مكريتينها المرة اللي فاتت والريبليكا ست اللي كريتها الديبلويمنت بتاعتنا. طيب هل في طريقة تانية نقدر نكريت بيها الديبلويمنت؟ في طريقة تانية.
طريقة إن إحنا نستخدم الديفينيشن فايل دي اسمها ديكلاريتيف، إن إحنا بيبقى عندنا ديفينيشن فايل ونقول له أو سي كرييت أو أو سي أبلاي. في طريقة تانية ودي هنستخدمها في الترابل شوتينج، في إن إحنا عايزين نتست حاجة اسمها امبريتيف. امبريتيف إن إحنا بنقول له أو سي كرييت. فاكر لما قلنا له أو سي ران وادينا له الايمج فكريتنا بود، هنا برضو نفس الكلام، هنقول له أو سي كرييت ونقول له deployment ونديله اسم الديبلويمنت وليكن تيست ديبلويمنت، ونقول له داش داش ايمج، ونقول له مثلا الايمج بتاعتنا تمام وهتبقى created. تعالى نقول له OC get deployments. لما قلنا له OC get deployments هيقول لنا ان احنا عنده deployment اسمها test، والديفولت بتاعها ان هو بيخليها ريبليكا واحدة. طب هل ممكن اكرييت الديبلويمنت بري امبريتيف باكتر من ريبليكا بدل ما هي ريبليكا واحدة؟ ممكن نقول له مثلا تيست 2 واقول له داش داش ريبليكاز واقول له مثلا 4، وتعالى نقول له OC get bods. تمام كده البودز بتاعنا اتكريتت وبقت شغالة تمام. يبقى كده النهاردة عرفنا ايه هي الديبلويمنت وازاي نقدر نكريت ديبلويمنت ونشتغل عليها. ان شاء الله المرة الجاية هنتعرف على ريسورسز اكتر في الاوبن شيفت. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.